القصة التي حدثت لي كنت في المطار اللي انتشرت واشتهرت، كل الناس يعرفون هذه القصة. لما اشتريت الكتب وأتيت إلى المطار، أنا لأول مرة أسافر لوحدي، أنا جيت مع السفير هذاك وما معي شيء. الآن أرجع وقت الإجازة إلى البلاد وما أعرف نظام السفر. جبت معي كتب من معرض الكتب في القاهرة. نعم. كتب كثيرة. جيت إلى المطار ما معي إلا تذكرة ولا عندي فلوس ولا أي شيء. ولما جيت عند الكاونتر حط الميزان، قال أنت عليك كذا كذا كذا، مبلغ ما يخطر على البال أصلا بالنسبة لي أنا. قلت له أنا ما معي فلوس. هذا شاب المصري يعني ما زلت أتذكر. تريق ولا إيه؟ لا أنت تدفع كذا. قلت له لا والله ما عندي. فهو يعني من باب المزاح الجاد قال لي شوف أنا عندي حل، نسفرك أنت ونسيب الكتب. قال لي طيب نسفر الكتب ونسيبك. قلت له لا. قال له مال إيه؟ قلت له أسافر أنا والكتب إن شاء الله. قال إن شاء الله. قال أتحداك لو ما دفعت الفلوس مش هتمشي إنك تسافر أنت والكتب مع بعض. قلت له إن شاء الله أنا أتحداك إن أنا والكتب هنسافر مع بعض. وبعدين أخذتها هو كانت كراتين. طلب الحمالين قال لهم ودوا هناك اللي بعدك روح وطردني. وأنا رحت إلى المسجد وكان منتصف الليل. الطائرة رحلتها كانت الساعة 7 صباحا تقريبا. فدخلت المسجد وأصلي طول الليل ولا أعرف أحد، مش الشيخ عبد الرشيد وفلان، لا أحد يعرفني ولا أنا أعرف أحد، لكن أعرف الله ربي. على الصلاة أدعو بين يدي الله وأسأل وأقول يا رب أنا وكتبي نسافر مع بعض يا الله. كل الأمور بيدك. وطول الليل أنا أصلي حتى دخل علينا صلاة الفجر. أقيمت الصلاة فقدموني من باب أني لابس جلباب وكذا يعني. صليت بقراءة. فلما يعني انتهيت من الصلاة والتفت إذا بضابط كبير خلفي والله والدموع تنزل من عينيه على خديه. لا إله إلا الله. والعجيب أن الجواز وكان فيه تذكرة زمان، تعرف دفتر كبير التذاكر. تذكرة والجواز كانت في الأرض. ما كلمني ولا سلم علي. أخذ الجواز تذكرة، شاف الطيارة وشاف وقتها، سلم عليه. بعدين قال يا مولانا لسه في وقت عندنا، أنا شفت طيارتك لسه، فياريتك تمتعنا كمان بالقرآن. فأقرأ ويزداد بكاء. وأقرأ ويزداد. وبعدين قال لي تعال أخذني إلى مكتب فوق، مكتب كبير وكراسي متعددة. طلع هذا الرجل مدير أمن مطار ما شاء الله، رجل كبير. ومن يعني حبه وتقديره ما جلس في كرسي وظيفتي، جلس الكرسي المقابل لي. الله. طلب لي الشاي وطلب كذا وبعدين قال يا سألني ليش ما خلصت؟ قلت له والله كان عندي مشاكل مع الوزن هنا. أخذ التليفون وسأل مين اللي موجود هنا؟ قالوا فلان جيبوه. فجاء دخل ولم أنسى دخلته. كيف دخل وهو يرتجف لما رآني. لا إله إلا الظاهر لما قالوا له مدير الأمن المطار يريدك، من هنا بدأت الرجفة عنده. والله ما أدري، والله افتكر أنك اشتكيته طبعا. أيوة ما أدري إيش. لما شافني وشاف المنظر عجب. فهو قال له يعني كلام نحوه، قال ليش ما خلصت للشيخ؟ يعني أنت بتخلص للناس التعبانين وتترك البركة وكذا. قال له والله أنت سعدت البي، أنا كنت أخلص بس ما أعرفش إيه والله ورا ماله الجواز والتذكرة. قال له خلصوا دلوقتي. أخذ الجواز وأنا ما رحت معه، راح هو وجاب لي البولين باس حقه، بطاقة الصعود. فصعدت أنت وكتبك. مش بكذا، كنت أبقيت لنفسي كرتونتين ثقيلتين. قال ليش يا قلت له والله أنا بس عشان الوزن. لما قال لي جاب عسكري قال له شوف شيلها أنت، اوعى تحطها في يد الشيخ، اركب معها الطيارة، فاهم؟ الله. حاضر يا سعادة البيه. حاضر سعادة. وحطه عنده لما يجلس في الكرسي حطه جنبه. واوعى حد يفتش الشيخ. قال له كده.
اجي عند البوابات يقول تبع البيه تفضل سعاده تفضل. البيه. وهذه من بركة القرآن. والله بعض الناس قالوا انت يعني وفد ولا وزير ولا شيء، ولا قلت لا 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 مع القرآن الله سبحانه لا إله وتعالى. إلا